بسم الله الرحمن الرحيم. محبي ومتابعي برنامج مع الناس. مع الناس يخص الناس دول والناس دول. مع الناس هينزل يلف في قرانا عشان يجيب منك يا مصر أجمل ما فيكي. هنجيب سلبية ونعرضها على اخواتنا المسؤولين عشان نساعد في حل السلبية للمواطنين. لو في إيجابية بنقول برافو أحسنتم. برنامج مع الناس برنامج اجتماعي بحت، هينزل بكاميرته في الشوارع عشان يجيب كل ما هو جميل عشان يفيد أهالينا الناس الطيبين. أما نشوف النهاردة في بلدنا وفي وطننا الحبيب مصر، نشوف النهاردة الأم اللي قتلت طفلها وللأسف طبخته وكالته. هل يعقل الكلام ده في شعب مصر؟ حاجات كلها داخلة على بلدنا جديدة، حاجات دخيلة على الشعب المصري. عمر المصريين ما كانوا كده، ولا عمر مصر هتكون كده. للأسف نلاقي النهاردة خد طفل ذبحه عشان يسرق منه التوك توك اللي هو راكبه. بنشوف شبابنا النهاردة راكبين بأصوات مزعجة موتوسيكلات وتروسيكلات ويمشي يلفوا في الشوارع. وما نساش ان انا من خلال برنامج مع الناس اعزي اهالينا في مركز ديكرنس، وتحديدا في قرية ديم الشلت مركز ديكرنس. الطفل راكب توك توك ووحيد ابوه وامه، بيرزق زيه زي اي واحد بيسعى على لقمة عيش. واحد ما عندوش قلب جاحد خد الطفل وذبحه ورماه في مصرف وسرق منه التوك توك. نشكر طبعا الداخلية المصرية وتحديدا المقدم اسلام صقر اللي سعى رئيس مباحث ديكرنس خلال ساعات كان جايب الجاني واعترف بالواقعة وصور الواقعة. دي حاجات كلها دخيلة على مجتمعنا وهنشوفها من خلال برنامج مع الناس. وفي عندنا تقرير طبعا لصديقي العزيز الأستاذ أيمن رميح. نشوف التقرير بس ما حدش يروح في أي مكان، وهرجع لكم تاني عشان نلتقي بضيوفي الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء أبناء مصرنا الحبيبة، نتقدم إليكم بمشروع العمر. نتقدم إليكم وإلى الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتقدم إليكم بمشروع أرض عبارة عن 1200 فدان. 1200 فدان هم عبارة عن لكل مواطن مصري مقيم بالداخل والخارج 6 أفدنة زراعية، اقتصادية، مالية، تكون عبارة عن تقسيم حسب الموضح بالبانر الشاشة، عبارة عن 250 فدان قطعة أرض من الأشجار. شجرة البولونيا. شجرة البولونيا هي عبارة عن شجرة اسطوانية من الدرجة الأولى، شجرة غير ظلية. بعد الزراعة مباشرة لمدة عام بتكون طول الشجرة عبارة عن 5 متر طولي. الشجرة بتتكون من عدة أغراض، وهي الخشب الطبيعي المصنع عن القص لمدة 5 إلى 6 سنوات. بتكون الشجرة عبارة عن الأوراق الموجودة فيها والمراحل العمرية بالكامل من البداية إلى المراحل الثلاثة إلى رابع مرحلة وقبل الأخيرة. جميع المراحل في مستوى عالي جدا. بتكون الشجرة عبارة عن أعلاف للماشية. الأوراق الموجودة على الشجرة بتكون أعلاف للماشية. بعد 5 سنوات، بعد سنة بيكون عمر الشجرة مع طولها 1 إلى 5 أمتار طولي. الشجرة غير ظلية زي ما حضراتكم شايفين. نقدر نستغل الأرض، نزرع زراعات أخرى منها القمح، الشعير، البرسيم، جميع المنتجات اللي تدعم الدولة المصرية في الوقت الحالي وفي المستقبل إن شاء الله. الشجرة حسب ما هو موضح بتكون بنفس المستوى، بتتغير بعض من الألوان والأوراق فيها، بتتغير فيما بعد إلى الشجرة بطول حسب عمر الشجرة. ترجع إلى العمر النهائي للشجرة 35 سنتي، من 32 إلى 35 سنتي وتزيد. بتكون الشجرة من الأعلى عبارة عن تاج. التاج يستخدم حسب الورد اللي موجود فيه للغذاء العسل.
النحل ينتج عسل نحل بجودة عالية. بيكون العسل قابل للتصدير بنسبة 100% حسب السوق. المرحلة بتكون 250 فدان، وبتتوجه إلى 250 فدان أخرى حسب في الاتجاه الموجود في اتجاه الأرض. مقسمة الأرض إلى 4 قطع. أول قطعة أرض 250 في نهاية الأرض، 250 فدان في نهاية الأرض في الاتجاه اليمين، 250 فدان في الاتجاه اليسار حسب ما هو موضح أمام حضراتكم. المشروع بيستكمل بعد الخشب مباشرة، بيتحول إلى مصانع. نبدأ بقص الخشب في عمر 5 إلى 6 سنوات. الفدان بيكلف 1000 شجرة. ال1000 شجرة إنتاجها من 5 إلى 6 سنوات بيكون 1000 شجرة في 33 سنتي إلى 35 سنتي، ما بين 333 متر خشب في ال5 سنوات للعمر، مع الزراعة الموجودة تحت الشجر أو الأرض بيكون بنفس المستوى اللي موجود في العرض. الشجرة تستغل في عدة مشاريع. المشروع الأول هو الأوراق للأعلاف، الزراعة، الورد. الإنتاج الأخير للشجرة عبارة عن تصنيع عبارة عن مصنع لإنتاج الخشب في الاتجاهين. طبعا بيكون بعد شهر من قطع الخشب مباشرة بيبدأ في فصل الخشب وتجهيز الألواح. الإنتاج الشجر في الوقت الحالي بيكون 333 متر للفدان، بيكون عبارة عن تقريبا 1200 مليون و200 ألف جنيه في الفدان في عمر ال5 سنوات. المليون و200 ألف لو حسبناها حسب الزراعات اللي موجودة في مصر بيكون الفدان بينتج سنوي 200 ألف جنيه كحد أدنى للسعر. طبعا في الوقت الحالي السعر ده موجود من 7 سنوات على 4000 جنيه للمتر. في الوقت الحالي احنا بنتكلم في 27 ألف جنيه في ظل الاقتصاد العالمي والأسعار المرتفعة. فاحنا يعني في الوقت الحالي في استمرار الأسعار دي فبيكون المكسب على مستوى عالي جدا في الزراعة. بالنسبة لتكملة المشروع فيما بعد بيبدأ على مراحل أخرى. بداية الأرض اللاندسكيب بالكامل عبارة عن بحيرات صناعية بالكامل. البحيرات الصناعية بتستغل في زراعة الشجر السائي بمعنى، واستغلاله كمنتج للأسماك. تكون عندنا مشروع متكامل للإنتاج السمك في الوقت الحالي للسوق المصري. بيكون عندنا مع البحيرات الصناعية بيكون عندنا طرق مقسمة من 1200 فدان اللي هو 1000 فدان أصبح مقطوع نهائيا للزراعة في 4 قطع. بيكون عندنا 100 فدان طرق كاملة حسب محاور واتجاهات الطريق والتقطيعات الموجودة في الممرات حسب الأرض بالكامل تكون مقسمة بنفس الطريقة الموجودة. بيكون عندنا في نفس المشروع بيكون عندنا لاندسكيب عام للبلان كامل. بناخد اللاندسكيب بنغذيه ببعض الشجيرات من التمور وبعض شجيرات الزينة كلاندسكيب مقابل للطرق مع البحيرات كاملة على مستوى الأرض بالكامل. بيكون عندنا في نفس المشروع الإنتاج من الشجر الأوراق.
بيتطرق لفضاء الأرض وزراعتها في أي منتج تاني، إلى البرسيم، الشعير، القمح، إلى منتجات حيوانية داجنة نقدر نستغلها كإنتاج داجني، إنتاج حيواني في نفس المستوى اللي بيكون فيه المصنع. مصنع الخشب بيكون على مساحة 40 متر، 40 فدان. الاتجاه الآخر بيكون على نفس المستوى، بيكون 40 فدان، مصنع خشب وتجميعه، يكون الإنتاج الداجني، يكون الإنتاج الحيواني. رجعنا لكم تاني وشفنا التقرير. شفنا تقرير بتاع زميلي العزيز الأستاذ أيمن رميح، وهو بيتحدث وبيطالب بمشروع جميل جدا بيشرح فيه بعض الأمور، أمور هتفيد الدولة المصرية وهتعمل عملية جذب للعمال المصريين المقيمين بالخارج. بتقول لهم تعالوا استثمروا في بلدكم، تعالوا نعمل بنية وبنية إنتاجية للدولة المصرية. يسعدني النهاردة ان انا يكون ضيفي وضيفكم السيد اللواء احمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربية الاسبق والباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية. اهلا بك يا سيادة اللواء. اهلا بك استاذ مصطفى. نورتنا ونورت برنامج مع الناس. الله يخليك، اشكرك، شكرا. يا اهلا وسهلا بك. وايضا ارحب بصديقي العزيز الاستاذ ايمن رميح، المحكم الدولي والمقيم بدولة قطر. اهلا بك يا استاذ ايمن. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا بك. استاذ ايمن، مبدئيا كده احكي لنا قصة المشروع بتاعك، اللي هو المناشدة اللي بتناشد بها دعم من الدولة المصرية للعمالة المقيمة بالخارج. طبعا حضرتك بتسلم على سيادة اللواء ونرحب بيه. اهلا وسهلا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. بنطالب ونناشد سيادة رئيس الجمهورية بعين الرعاية للمصريين المقيمين بالخارج. هم أهل مصر، حبهم واعتزازهم ببلدهم، بهواها، بكل شيء فيها جميل جدا. بيحبوها، بيحافظوا عليها، بيتمنوا لها الخير، بيدعموها من قلوبهم ومن كل ما يملكوا بها من قوة ومن مال. أنا شفت في التقرير يا أستاذ أيمن إن أنت بتقول إن هي عبارة عن مبلغ قطعة أرض. نعم. قطعة الأرض ديت لكل عامل مقيم بالخارج. نعم. مقابل $5000 هياخد 6 أفدنة. 6 أفدنة. نعم. وكل جروب أو كل مجموعة هيبقى المجموعة ديت 200 شخص. 200 شخص. لو قلنا 200 في 6 يعني أنت بتتكلم في 1200 فدان. 1200 فدان. نعم. لكل لل 200 مواطن. لل 200 مواطن. نعم. هيتقسموا طبعا زي ما حضرتك قلت في التقرير وشفنا مع بعض. نعم. ومع مشاهدينا في التقرير ان هي عباره عن قطعه ارض او كومباوند هيتم انشاؤه، عباره عن 1200 فدان، وكل مواطن هياخد 6 أفدنة مقابل $5000. هتتقسم صناعيه، انتاجيه، داجينيه، حيوانيه. نعم. صحيح. زائد وحده سكنيه. زائد وحده سكنيه. اتفضل كمل يا استاذ. الوحده السكنيه والارض عموما بتكون عباره عن 5 فدادين وفدان منزوع الملكيه من وزاره الزراعه لعدم الدخول في مشاجرات ومشاكل بين وزارة الزراعة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. بنعمل طبعا مخطط كامل للمشروع. المشروع بيقوم على تكافؤ وفرص للمغتربين المقيمين بالخارج، توحيد للصف المصري في الداخل والخارج، تمسك مع بعضهم البعض في المشاريع البنية التحتية والقومية كاملة على مستوى عالي من الجودة. اتحاد، يكون في اتحاد للملاك في الأرض وفي كل شيء، يكونوا مع بعض يبنوا بلدهم. صحيح. طب سؤال يا أستاذ أيمن، أنت ما راجعتش مثلا الجهات المعنية أو مثلا ما تخاطبتش مثلا مع الدولة، ولا هي دي المناشدة بتاعتك للدولة من خلال البرنامج بنناشد الدولة المصرية إن في أفكار شباب مقيم بالخارج عاوز يعمل في بلده؟ دي مناشدة دكتور، ان احنا يعني بنطلب من السادة المسؤولين، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين، السادة المحافظين في كل الاتجاهات. عندنا أرض جميلة قوي غير مستغلة، من 40 إلى 45% من مساحة مصر، تساوي 450 ألف كيلو متر مربع. 450 ألف كيلو متر مربع. الوادي الجديد، وعلى رأس الوادي الجديد
مفيض باريس، مفيض شق من بحيرة ناصر على مفرق من بحيرة صناعية أخرى، امتد في الرمال لعمق يتعدى ال 300 كيلو، ودخل على منطقة الفرافرة، يعني قرب على منطقة الفرافرة يبعد عنها ب 50 كيلو. فليه احنا ما نستغلش الموضوع ده؟ وخصوصا احنا شفنا هناك اللي هي الصحراء البيضاء، وشفنا نعم اماكن منتجعات في رمال وفي حاجات جميلة جدا، في اكتفاء من المية في الوقت الحالي للمنطقة نفسها اللي هو مفيض باريس. وسيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مهتم جدا بالمشروع، مهتم جدا بالارض بالوادي، فتح عمران جديد من الفرافرة تحول الى مفيض باريس ومهتم بيه. احنا بنناشد سيادة المحافظ طبعا بعد امر من سيادة رئيس الجمهورية انه ياخدنا بعين الاعتبار، يكون المصريين بالخارج لهم هم تقريبا المصريين بالخارج قد ايه يا استاذ ايمن؟ من 12 الى 14 مليون حسب الاحصائيات. من 12 مليون ل 14 مليون 14 مليون. نعم. انا هستاذنك بس يا استاذ ايمن وهرجع لك. طبعا معانا من حسن حظنا طبعا ان احنا معانا صديقي العزيز سياده اللواء احمد ونيس. احمد بيه، انت سامع الكلام اللي اتفضل بيه صديقي العزيز الاستاذ ايمن، ان بيقول ان مساحه كبيره و12 مليون عامل مقيمين بالخارج، لازم نعمل لهم حته عمليه جذب او حته ان هو يكونوا مثلا نوفر لهم شيء معين ان احنا نجمعهم يكونوا موجودين في مصر هنا او يستثمروا في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل التحيه والتقدير للبرنامج سيادتك وضيفك العزيز اللي من احد العاملين بالخارج ويتبنى مشروع قوي لخدمة أبنائنا العاملين في الخارج، ودي حاجة ممتازة. وأحب أضيف يعني أن هذه المشروعات بتحتاج جهد كبير جدا، وإن شاء الله يكون الاقتراح بتاع سيادتك ينال حوزة المسؤولين لتنفيذه. زي ما سيادتك ذكرت أن السيد المحافظ الزملوط يعني عنده خلفية يمكن بالموضوع، بس أهم حاجة أن يبقى فيه واحد جدية، اثنين يبقى فيه منسق لهذا الموضوع، عشان الموضوع مش سهل ان انا انتقل من الوادي الاخضر اللي هو العواصم الدلتا بالكامل الى منطقة صحراوية بشاب او اثنين او ثلاثة. لابد ان يكون هناك تكاتف مع الكل، مع سيطرة حد من ذو خبره في هذا المجال. صحيح. الشباب عايز يشتغل اكيد، هو اكيد في منهم مهندسين زراعيين المقيمين بالخارج، ما هو يبقى ايام الجروب ده يبقى لما يتصدق على ده. واعتقد كان في فتره من الفترات حاجه مشروع مماثل بتمليك الاراضي للشباب، وبدا فعلا تنفيذه وشغالين عليه. بس انت عايز تطرق اتجاه ناحيه سيوه وناحيه الفرافره والوادي الجديد. الوادي الجديد كله خير واصحاب النخيل والحياه هناك سهله جدا في معيشتها، ولكن عايزه التنميه. وانا مع سيادتك واذكر برضو الاخوه العاملين في الخارج ان مصر محتاجه جهودهم، لان من ضمن الحاجات الرئيسيه للدخل لجمهوريه مصر العربيه والعاملين في الخارج. صحيح. عنوان لجمهوريه مصر العربيه طاقه، خبره، زائد موارد ماليه. هم سفراءنا بره طبعا واجهه مصر، وموارد ماليه بنعتمد عليها في دعم الاقتصاد المصري. طبعا مشروع او فكره رائعه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تنور، بس تابعوا مع هيئه المجتمعات العمرانيه، تابعوا مع هيئه الاستثمار، حتى ممكن يكون هناك تشريعات موجوده يبقى ما علينا الا التنفيذ. هي هيئه الاستثمار رقم واحد فيه، هتفتح الباب تمام. اما يخش في هذا المجال اكيد 100% هتلاقي فيه بعض النقط بتقول انا عندي القانون ده موجود. يبقى بدل ما لسه هنشرع قانون، لا، يبقى فيه حاجات موجوده قبل كده، والدوله كلها بتشجع الاستثمار وبتنادي العاملين في الخارج بلدكم مصر مفتوحه، مصر مفتوحه للجميع طبقا للقوانين الموجوده والمعمول بها داخل جمهوريه، ولا اعاقه.
والسيد رئيس الجمهوريه مهتم بهذا الموضوع، والسيد رئيس الوزراء. طبعا انا بحيي سيادتك على هذا الاقتراح الجميل، بس نتابع الاول، نرجع لهيئه الاستثمار نشوف وصلوا لفين، ووزاره الزراعه او وصلوا لفين عشان يبدا من حيث انتهوا، بحيث ان احنا ما يبقاش فيه عطل او كده، ما نعطلش نفسنا. معالي اللواء، في حاجه مهمه جدا، احنا بقالنا ايام شغالين، وتحديدا من يوم الاربعاء الماضي شغالين على الحوار الوطني. موضوع الحوار الوطني في ناس كتير القيل والقال حول هذا الموضوع، حدثنا عن الحوار الوطني. انا عايز اقول بسم الله الرحمن الرحيم، مصر العظيمه هتفضل عظيمه اكيد طبعا. مصر برجالها بشعبها بسيداتها اللي اثبتوا فاعليه ضخمه في كافه الازمات اللي موجوده عندنا في ثورتين كبار. حصل نوع من انواع يعني التاخير في بعض المشروعات، التاخير في التنميه، ضرب السياحه، انهيار بعض المؤسسات في هذه الفتره، الى ان استعيدت مره واستردت تاني كرامه مصر ومصر لشعبها الحقيقي. وبدات اول الكلام ده اعتبارا من 30 يونيو. 30 يونيو معروف، ما كان في قتل وفي حرق وقبليها وبعديها كمان حصل اللي تم في 30/6. في 30/6. طب حصل ايه؟ حصل نوع من انواع التردي الاقتصادي، توقف الانتاج، توقف المصانع، الزراعه بدات برضو على حسب اللي موجود، مع وجود الارهاب اللي كان موجود لغايه ما وصلنا للعمليه الشامله، والحمد لله رب العالمين بنسبه عاليه جدا جدا جدا. حققنا الاستقرار، حققنا الامن، حققنا توازن في العلاقات الخارجيه مع الدول بالكامل. اقنعنا العالم ان هذه الثوره 30 يونيو ما هي الا أو 30/6 ما هي نوع من أنواع استرجاع الأرض والتصحيح ل 25 يناير، بحيث أن المشاركة وليس المغالبة. وصلنا في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تولى لابد أن يعمل أشياء عاجلة. إيه هي الأشياء العاجلة؟ إن أنا أدي الثقة للمواطن المصري، أرجع السياحة مرة تانية، أحقق الانضباط، أحقق الاستقرار، أحقق التوازن جوه المؤسسات بتاعتي، وأعيد إنتاجها مرة أخرى. فتم وضع خطة، الخطة دي اسمها التنمية المستدامة 2030. 2030 يعني هوصل في 2030 لجمهورية جديدة سنة 30 إن مصر وقفت ونهضت من خلال مشروعات ضخمة. أنا هقول حسبة بسيطة جدا، في خلال الفترة اللي فاتت دي لغاية 22 تم صرف ما لا يقل عن 8 تريليون جنيه مصري لصرح هذه المشروعات. ليه؟ لأن كان في انهيار. الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول ايه؟ توقف الدولة يوم عند المواطن بيحسب يوم، انما عند الدولة بيحسب سنة. فما بال حضرتك حراك في 2011 لغاية 30/6 وما أعقبه من توترات خارجية وتوترات على مستوى الساحة العربية اللي احنا لينا أهداف معينة، عمل لمصر وبعض الدول. وخاصة ان احنا عندنا في حاجة مهمة جدا، ان الأمة العربية هدف أساسي أن يكون هناك دول الأمة العربية متكاملة متناسقة قائمة تحت شعار الجامعة العربية، تحت شعار ومسافة السكة زي ما بقول سيادة الرئيس. يعني مسافة السكة يعني ايه؟ عشان مش عشان نتدخل في الشأن الداخلي ابدا، نحن لا نتدخل، ودي سياسة معلنة عدم التدخل في الشأن الداخلي، ولكن اللي بيعتدي على حد، اللي بيضر دولة احنا موجودين جنبه، وقواتنا المسلحة الأخ الكبير، الأخ الأكبر للحفاظ على القومية حاجات فيها حاجات ثابتة راسخة منذ قديم الأزل على القومية العربية، مش شعارات ولكنها تنفيذ. بدأنا نخلع من بعض الأذهان أن هناك ده شعار، وشعار بقى قفلوه وغطوا عليه، كان نتيجة ايه؟ انهيارات لبعض الدول اللي موجودة في الدول العربية. وحتى الآن وحتى الآن ممكن النزاعات مستمرة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الحلول داخلية وليس خارجية. عمر الخارج ما هيديك نصيحة لتضر مصلحته. تاني يا عالم يا عربي، عمر الخارج ما هيدي نصيحة في النزاع الداخلي لدولتك إلا أنت مع نفسك، إلا أنت مع شعبك،
اللي انت طائفتين. ودايما برضو كان سياده الرئيس يقول عبد الفتاح السيسي هو التغيير للتغيير ولا للتدمير. اذا كان للتدمير زي ما كان بيدعموا حاجه اسمها المعارضه الوطنيه، اسم جميل قوي غطينا، انما المسلحه ده الخطير. المسلحه يعني ايه؟ هموت اخويا، هموت ابن عمي، طب ابن عمي هيسيبني؟ سلاح، ما هو السلاح دي حاجه، انما ما عملش بقى معارضه. ما فيش حاجه اسمها معارضه وطنيه مسلحه جوه دولتي. يعني ايه جوه دولتي؟ انا اختلف معاك الى ان اقنعك بالحجه والوثيقه ان انسب اسلوب ده علشان احقق بيه رخاء وازدهار وتنميه وتحقيق مطالب المراه ومطالب العمال ومطالب الشباب وكل بالتوازن مع علاقات خارجيه اقليميه، علاقات خارجيه على مستوى القاره، علاقات خارجيه على مستوى العالم، دوليه على مستوى العالم، وخاصه ان احنا لينا معاهدات ونحافظ عليها ولا نخل هذه المعاهدات، لينا اتفاقيات ولا نخرج من الاطار الدولي والشرعيه الدوليه في بعض الحاجات اللي خلاص اصبحت اصيله. طب انا حصل نوع بقى من استقرار، استعاده الدوله الوطنيه، استعاده المؤسسات، بناء القوه العسكريه اللي كانوا بيقولوا عليها. ليه؟ أنا عندي أسلوب جنوبي بحري وأسلوب شمالي بحري، خلانا مع المسترال اللي جم خلانا دولة ذات قوية وتحمي حدودها. طب إذا لقيت الأخطار خارجية، لا بقول إيه؟ خط أحمر زي ما قلنا في موضوع ليبيا، سرت الجفر. يعني إيه؟ سرت دي بيني وبينها 800 كيلو. طب انا جوه حدودي ما بين دولتين دايما نطاق الامان بيكون عباره عن ايه؟ من 5 كيلو 3 كيلو 4 كيلو بيني اللي هي الحدود، الارض الحرام لا انا اقدر ازرع فيها ولا ابني شيء ما بين دولتين، حرم الدوله حرم. ده العرف. انما لما اجي الاقي فيه خطوره على الامن القومي المصري واقول خط احمر عنده هناك، ده ما فيهاش هزار. طبعا لازم ندخل العمق عنده. طيب حصل بعد هذا الاستقرار وبدء الانتعاشه واعاده السوق مره اخرى، حصل في خلال فتره تنفيذ 2030 التنميه المستدامه اللي هي كانت بتهتم بثلاث ابعاد: البعد الاقتصادي، البعد المجتمعي، البعد السياسي اللي هو البيئي، علشان انقي دولتي من الشوائب والحفاظ على البيئة والمحميات وكلام من ده. اقتصادي، ارفع البلد من خلال مشروعات مخططة. والناس للأسف يا أستاذ مصطفى مش قادر تخش تكتب بس 2030 مضمونها ايه. هلاقي كل ما يتم تنفيذه موجود من خلال 2016 لغاية 2023 أو 22 عشان يبقى كده في نوع من أنواع المراجعة، علاوة على أن يتحط في نهاية كل مرحلة آلية لمراجعة ما تم تنفيذه. فمراجعة ما تم تنفيذه يعني براقب هل ده محتاج تصويب، هل ده كذا. طب ظهرت لنا في خلال الفترة دي بعض الحاجات اللي ما كانتش موجودة في هذه الخطة التنمية 2030 العظيمة اللي احنا شعرنا بيها بإضافة أرض زراعية 1.5 مليون فدان، بإضافة مساكن. أنا هضرب مثل بسيط قوي، في سنة 60 كنا 26 مليون 1960 أو 61 26 مليون واحد من 10. في سنة 22 وصلنا ما لا يقل عن 110 مليون. أنت متخيل سيادتك في خلال 80 سنة 60 سنة تزيد قد إيه؟ مهول طبعا. 26 ل 110 يعني حوالي 7 أضعاف، 6 أضعاف، يعني عدد ضخم جدا. 4 أضعاف في إمكانات مغلقة. لازم أخرج بره ولازم أطلع بره. عشان كده عملنا سعادتك ما تقولهمش عشان الناس ما تفهمش في حاجه، ما تخلفوش، لا خلفهم، لا بس يبقى في تنظيم أسرة. لن يجبر أحد على إيقاف الخلفة لأنها حاجة ربانية، ولكن خلي بالك أنت مسؤول عن بيتك. طب اللي هجيبه ل10 من الأطفال أو الأولاد هو اللي هجيبه ل3 أو 2؟ أكيد من 100 هيبقى في اختلاف. مع الوضع في الاعتبار إن إحنا خلاص تطورنا، بقى كل بيت داخله دش و2 وبطلع على ما هو حديث. فالطموح زاد، الطموح جوه النجوع والقرى والمدن اللي هي كانت محرومة من رؤية
التقدم التكنولوجيا على مستوى العالم، على مستوى العالم، على مستوى العالم. فانا بالتالي مطالبي داخل بيتي بتزيد. طب انا امكانياتي ايه؟ موظف على قد مرتبي، دخل محدود، راجل متوسط الحال، راجل غني، يبقى بالتالي المسؤوليه في تنظيم النسل دي بتاعتك انت. ولكن بيفضل ان انت تكون عشان ولادك يدعوا لك بعد كده، وانت تقدر تربيهم تربيه سليمه وتعلمهم تعليم مظبوط وتتابعهم كويس. متابعه البيت دلوقتي مسؤوليه الاب والام، متابعه الاولاد مسؤوليه الاب والام. ما نقعدش نقول اصل الاعلام ما بيقولش، لا الاعلام بيقول، ولكن انت المتعايش 24 ساعه مع اولادك، خلي بالك منهم. احمد مع احترامي لك، انت شفت لسه في بدايه الحلقه وانا بقول الحاجات اللي داخله على مجتمعنا ديت بعد عن الله. شفنا حاجات غريبه قوي، ام تقتل ابنها طفلها، طفل عمره 5 سنوات وتذبحه وتاكله. ايه ده؟ طيب. حاجات داخله على مجتمعنا، سواء توك توك عشان يخطفوا. هي الحوادث اللي داخل المجتمع مع كثافته وطرفه وزياده المشغوليات. انا بقول لسيادتك من 26 مليون بتعدهم الى 110 مليون ما تعرفهمش. ده حاجه ما شاء الله، يعني عدد جميل ورائع وبنتفخر بيه. وزي ما الاستاذ ايمن بيتكلم من العاملين في الخارج وبين الرساله الى مصر، ده حاجه رائعه. بس هم دول جزء اصيل زي بقيه الدول العالم. هو دول العالم بتبعت لنا ايه؟ خبراء. طب احنا باعتين الخبراء بتوعنا، احنا عندنا 10 مليون ولا 12 مليون عاملين في الخارج، بنستثمرهم في ان هم عاملين صيت لمصر، عاملين رواج اقتصادي لمصر، عاملين دخل للدخل القومي جميل. واللي بيحب بلده بيدافع عن بلده، تمام. واللي بيحب بلده بيدافع عن عرضه وشرفه، واللي بيحب بلده دايما بيقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اللي حصل بعد ما حصل الاستقرار وإعادة التوازن في العلاقات الدولية والإقليمية وداخل المجتمع، داخل المجتمع، ان احنا قلنا يا جماعة ما فيش اخ يقتل اخوه، ما فيش حد يعتدي على اللي عايز. في قانون، دولة قانون، نطبق المؤسسات في تجاوزات لبعض الناس. ولكن المشكلة يا أستاذ مصطفى أن احنا نشتكي كثيرا ولكن بدون أدلة وأسانيد، لأن مرحلة العلاج على فكرة أحمد دي ودي مدمرة بطريقة بتودي دول في داهية. يعني لما يجي يقول النهارده أصل في حتة شوف مفرحة بس متقدم نفسيا. إيه هي؟ الحكومة تقرر صرف مش عارف 2500 جنيه لذوي المحدود الدخل والعمالة اليومية نظرا للظروف والحالة الاقتصادية. طلعت دي يقول فين ال 2500؟ ده هم وده اللي شفتها على صفحة فلان وشفتها وهي جايه لي غلط، يعني جايه لي غلط. احنا بناخد الخطأ، فلازم ارجع. عشان كده عندنا مركز الاعلامي مجلس الوزراء دائما ما يطلع الشائعة ويرد بعد الرجوع للجهه المختصه، زي التموين. يقول لك التموين اصلا اللي عنده مش عارف ايه هنخصم منه ايه، ال 65 مليون يعني والخمسه و3 يعني حاجه ملوش لازمه، حاجات غريبه. انما الرد والاطلاع على رد الشائعه مش هنعين حد، اصل هم مش عارف بتوع الماجستير لا مش هنديهم ماجستير، لا كل ده لازم لابد من الاطلاع على حصل استقرار، حصل نوع من في خلال الفترة دي في بعض الحاجات زي ما قلت ما بنتش خلال الخطة بتاعت 2030، فبدأ حاجة اسمها المبادرات. ولو حصرنا المبادرات وأعوام سيادة الرئيس العام المرأة، عام الشباب، عام ذوي الاحتياجات الخاصة، هو الأعوام دي كلمة وبتطلع؟ لا كلمة وليها إجراءات وميزانية كبيرة جدا. أحمد دي أستاذنك طبعا عشان هناخد فاصل وهنرجع تاني. محدش يروح في اي مكان لان بنسمع كلام لاول مره هنسمعه مع برنامج وكاميرا مع الناس. انتظرونا. رجعنا لكم تاني ومعايا ضيوف الاعزاء سياده اللواء احمد ونيس. اهلا بك يا سياده اللواء. اهلا بحضرتك. ومعايا الاستاذ ايمن رميح. اهلا بك يا استاذ ايمن. اهلا دكتور. نكمل حضرتك يا معالي الوزير. من كنا واقفين عند حته الاشاعات وما يدور في المجتمع، الاشاعات المدمره، وقلنا لازم نرجع لبلدنا ونثق فيها ونثق في مركز المعلومات
الاعلامي اللي بيرد الشائعه من المصدر نفسه من خلال تنسيقه مع بنفي او الاثبات، وغالبا كلها بتبقى نفي ولا صحه لها. نمره 2، احنا بدانا لما في 2030 حصل شويه مبادرات اللي هي دي استكمال ما هو لم يكن موجود مع تدبير الميزانيات الخاصه بيها. مش كده مبادره وخلاص اطلعها وانا اعمل حاجه ضخمه جدا واجي في الاخر خلاص معيش فلوس انفذها، يبقى ايه لازمتها؟ لان دي حاجه. طب في خلال الفتره دي حصل لغايه 22 بعض النتوءات اللي هي عطلت مسيره التنميه 2030 زي كوفيد 19 نعم 19 كورونا 19 وقفت العالم 20 21 الى ان صدر امبارح امس فقط بان العالم خالي دلوقتي وتم اعاده الوضع الصحي بالنسبه لكورونا. رئيس المنظمه قالها امبارح واعلنها صراحه اول امبارح على ما اظن ان العالم خالي من كورونا. طب اضفنا حاجه تانية، خلصنا من دي بصينا لقينا حرب الروسيه الاوكرانيه اللي هي فيها نوع من انواع التحدي الغربي مع التحدي الشرقي مع روسيا ودول الغرب ودعم كبير لاوكرانيا ضد روسيا وروسيا. احمد ونيس استاذن حضرتك، احنا معانا اتصال ملح من بدري، هناخد الاتصال دوت حضرتك وهنكمل مع حضرتك. معانا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ ياسر؟ استاذ ياسر المنسي. اخبارك ايه يا مصطفى بيه؟ ازاي؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا استاذ ياسر؟ الاول بس اعرف المشاهدين، معانا الاستاذ ياسر المنسي امين عام المنتدى المصري بايطاليا. ازي حضرتك يا استاذ ياسر؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازي حضرتك وازي ضيوفك الكرام؟ الحمد لله كله تمام والله، الحمد لله في نعمه وكله ماشي تمام والله يا استاذ ياسر. الحمد لله يا استاذ مصطفى. انا معايا في الاستديو طبعا حضرتك سياده اللواء احمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربيه الاسبق، ومعايا صديقي العزيز. اهلا عن التعريف يا باشا، اهلا عن التعريف. ربنا اهلا وسهلا بيك، بيسلم على حضرتك يا اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا وسهلا بيك. ومعايا صديقي العزيز طبعا الاستاذ ايمن رميح. احنا بنتكلم في موضوع اخواتنا المقيمين بالخارج. احنا عاوزين نعمل عمليه جذب للمقيمين بالخارج يا استاذ ياسر. لا انا لو هنتكلم عن الخارج انا هتكلم بصفه خاصه طبعا عن ايطاليا. اتفضل يا فندم. هنا المقيمين وعايش هنا تمام سنين يعني. تمام يا اهلا وسهلا بيك. بصفتك امين المنتدى المصري. اتفضل. طبعا بصفه امين المنتدى المصري. طيب احكي لنا ايه نجذب النهارده المصريين المقيمين في ايطاليا ازاي الاستثمار في مصر يا استاذ ايمن يا استاذ ياسر؟ لا بالنسبه للاستثمار في مصر لسه يعني ما زال اغلب المقيمين هنا بيواجهوا مشاكل عشان ينزلوا يستثمروا في مصر. ايه هي المشاكل زي ايه مثلا يا فندم؟ هو احنا سمعنا عن الصندوق الواحد ومش الصندوق الواحد على اساس النهارده عايز استثمر ولا اي حاجه، برضه ما زالت في معوقات كتير بالنسبه ان انا اسيب ايطاليا وانزل استقر في مصر واستثمر. انت قصدك حضرتك الشباك الواحد؟ الشباك الواحد. الشباك الواحد. تمام. واحنا كنا اتكلمنا انا كانت ليا مقابله مع وزاره الهجره السنه اللي فاتت في شهر 8 اول بعد ما مسكت على طول يعني. الدكتوره نبيله مكرم طبعا لها كل التحيه يعني. لا الوزيره سؤال جديد. يا فندم طبعا معالي الوزيره لها كل التحيه. اول ما مسكت بعدها بشهر كنت انا في مكتبها، كنت انا والاستاذ خير حسن والمهندس مجدي فلتس في مكتبها. تمام يا فندم. تمام. وهو يكلمنا برضه في بعض المشاكل المصريين اللي احنا بنواجهها هنا في ايطاليا وهي وعدت يعني بحلها، وكان من ضمن الحاجات على فكره اللي طرحتها عليها المبادره اللي هي مشكوره بذلت جهد فيها كبير اللي هو بالنسبه للسيارات اللي كل مقيم له سياره ان هو ينزل بيها والوديعه اللي اتعملت. ده من ضمن الحاجات اللي كنا طرحناها عليها. تمام. وطرحنا على حاجات تانية برضه يعني يا ريت يكون في اهتمام من الدولة، يا ريت يتعمل هنا بنك مصري للمصريين هنا في ايطاليا لان في مشاكل كتير بسبب عدم يعني بنك مصر يعني فرع البنك مصري، اي بنك مصري يتم انشاؤه في ايطاليا. طبعا فرع البنك المصري عشان المصريين على الاقل الموجودين هنا 700,000 مصري بيحولوا ما زالوا بيحولوا فلوسهم عن طريق السوق السوداء. يعني مفيش قناشه هتحول بيها فلوسك. لكن لو اتعمل عندك بنك مصري هيفيد طبعا العماله المتواجده هفتح فيها حساب
افتح فيها حساب هنا. احنا شفنا من فتره كده يا استاذ ايمن ان في مصريين كتير نايمين في الشارع، ودي طبعا حاجه تسيء للمواطن المصري وللشعب المصري لا، ككل. بالنسبه للمصريين اللي ناموا في الشارع احنا حاولنا وساعدنا، وفي بعض انا شفت مبادره لحضرتك قبل كده كنت بتوزعوا وجبات وحاجات من دي. كنا بنوزع وجبات وبطاطين وحاجات تانية كتير. وفي جمعيات تانية برضه كانت بتوزع، يعني مش يعني مش هننسب كل الفضل للبلد، لا، في ناس تانية كانت بتساعد بصفة خاصة وبصفة جمعيات وبصفة جروبات كانوا بيساعدوا. تمام. لأن وجود المصريين كان كتير جدا في الشارع. ونايمين في الشارع. سببه ايه طيب؟ انقطاعهم من العمل ولا مثلا بيسرحوهم مثلا ولا ايه؟ الهجرة غير الشرعية اللي دخلت فيه يعني على ايطاليا اعداد كبيرة جدا جت السنة اللي فاتت عن طريق طبعا بعض الدول وعن طريق التهريب. وللأسف الناس دي جت مفيش لا إقامة عشان يقدر يشتغل ولا في فرصة عمل. يعني هو داخل مخالف تهريب، فطبعا الدولة هناك محكومة، يعني ما ينفعش مواطن يدخل. حتى هنا أغلب الناس اللي هنا معاهم إقامات. والغالبية تعرف كده كويس. النهارده اللي بيسيب شغله ما بيلاقيش فرصة عمل تاني بسرعة. يعني في نسبة بطالة برضك هناك في إيطاليا. طبعا في نسبة بطالة، ما بالك بقى بالأعداد المتزايدة. طب أنت جاي النهارده على أساس إيطاليا من 15 سنة مش زي النهارده. من 20 سنة مش زي النهارده. من 20 سنة كان في أعداد معينة وكان في شغل. طب توجه رسالة للناس ده. من 15 سنة. تمام، من 15 سنة عدد المصريين تضاعف من 350,000 ل 600,000. طب استاذنك يا استاذ ياسر كده بعد اذنك توجه رساله كده لاولياء امورهم، وخصوصا ان انا شفتهم ان هم اطفال صغار السن، تقول لهم ايه من خلال برنامج مع الناس؟ قاصر هنا هو بيجيبوا قاصر بيخليه يسافر بطريقه غير شرعيه، قاصر في سبيل ان هو يجي هنا يخش الملجأ على اساس ان هو يتعمل له اقامه اللي هي بتاعت القصر. للاسف هو لا بيدور دلوقتي على في فرصه عمل له، لا بيدور ان ابنه ممكن يموت في الطريق، لا بيدور ان ابنه هيبقى عايش سوي هنا كويس. هنا للاسف بعض الشباب الصغير جايين على نظام عبده موته والالماني والكلام ده، وطبعا دول بيسوقوا للناس المصريين اللي عايشين هنا بقالهم 40 سنه. للاسف بتصرفاتهم الشاذه هنا. اغلبهم طبعا مش كلهم، فيهم ناس محترمه وفضلوا ان هم يرجعوا بعد ما صرف 300,000 جنيه غير بهدله الطريق. يعني افهم من كلام حضرتك يا استاذ ياسر ان ممكن ولي امر يرمي ابنه في التهلكه ويدفع عليه 300,000 جنيه و400,000 جنيه؟ ده كتير. طب ليه ما يستغلهمش؟ معلش يا حضرتك النهارده اللي يخليك تجازف بابنك وبتدفع له 300,000 جنيه، لو فكرت هتعمل له مشروع ب 200,000 جنيه. ما انا بتكلم في دي، يتعمل له مشروع في مصر ب 200-300,000. انا بقول لحضرتك هو لو جمع ال 200,000 مش 300,000 وعمل لابنه مشروع كويس هيعيش عيشه محترمه في مصر. مش هيضطر ان هو يجازف بيه ويهربه لبره مصر. لكن للاسف هم فاكرين كل مغترب هنا ماشي في الشارع بيلاقي الفلوس، كل مغترب هنا بيلاقي فرص العمل سهله. يا سيدي الفاضل لو في فرصه عمل هنا في ايطاليا ل 200,000 مصري، ما بالك ب 700,000 دلوقتي. 700,000 مصري مقيمين. 200,000 مصري ممكن يشتغلوا في ايطاليا. طب لو هم 700,000 500,000 دول هيروحوا فين؟ طبعا خلاف جنسيات اخرى تبقى متواجده برضك، يعني مش مختلف. انا بتكلم على المصريين. على الفئه المصريه، لكن في 700,000 مصري دلوقتي هنا موجودين، بس ده في ميلانو وشمال لومبارديا، سيبك من روما والاماكن الثانيه. انا بتكلم على ميلانو اللي هي المنطقه اللي هي شمال لومبارديا شمال ايطاليا. طيب السوق هنا هيعوز كام؟ 200,000 300,000. طب ال 700,000 بقيتهم هيروحوا فين؟ للاسف في شباب كتير موجوده والله مش لاقيه تدفع السكن بتاعها، مش لاقيه ان هي تاكل. عايشين في الشارع بيتسولوا، ولو تيجي تساعده النهارده في ناس على فكره موجوده من بعض الشباب المصري مش عايزك تساعده. يقول لك لا سيبني اقعد في الشارع. ليه يا ابن الحلال؟ يقول لك في الشارع بقدر اجيب 60-70 يورو في اليوم. انما انت هتساعدنا ولا مش هتساعد التاني؟ شكرا لحضرتك يا استاذ ياسر، ولنا لقاءات ان شاء الله باذن الله مع الجاليه المصريه يا ريت كل والد يا ريت كل والد وكل ولي امر يا ريت يخاف على ابنه شويه. يا ريت ما يجازفش بابنه ويجيبه بطريقه غير شرعيه. لو بطرق قانونيه اهلا وسهلا.
في اي مكان، انما الطرق غير شرعيه بلاش. اشكر حضرتك يا استاذ ياسر، وان شاء الله يكون لنا لقاء عن قريب من داخل استديو ان شاء الله، ونطرح الموضوع على اولياء الامور. شكرا لك يا استاذ ياسر. شكرا لك يا فندم، شكرا لحضرتك، الله يخليك يا فندم، الله يسلمك. الله يسلمك. شفت سعادتك يا سياده اللواء شبابنا المقيمين بالخارج وتحديدا في ايطاليا. انا رساله كان سياده الرئيس اعلن ان ليس هناك خروج لهجره غير شرعيه من الحدود المصريه الى اي دوله اخرى. تمام. ولكن بعض ضعاف النفوس اللي بيضيعوا اولادهم ويضيعوا فلوسهم بيخشوا عن طريق بلفه ثانيه خالص، معرضينهم فعلا للموت والخساره الماديه، ويروحوا كمان لو وصلوا بيناموا في الشارع، بيسيئوا للمواطن المصري واسم مصر وهم بيتعب في حياته. خاف على ابنك وشغلوا هنا زي ما احنا قلنا ان انا عندي هنا ما لا يقل عن 10 مليون لاجئ خرجوا لظروف جوه بلادهم وبيشتغلوا عندك ونجحوا، واستثمارات عاليه جدا. يعني خدوا ده عبره، خدوا دول ثقه. هم فعلا اثبتوا اخواتنا السوريين في مصر، السوريين والصوماليين والعراقيين كله، ان ما فيش بطاله في مصر. ده حقيقه، هو نجحوا في كده وصدروا لنا الموضوع ده. ما هو ده اللي انا بقول عليه. ان انت مشغل عندك بدون معسكرات لاجئين، بدون مخيمات، بدون ذابوا يا فندم، ذابوا جوه المجتمع المصري، بقى واحد منه واخد مكانك. ما تلحقه، الحق ابنك قعده جنبك، هيتعب شويه وبعدين حلم زمان ان انت تروح علشان تلاقي في اوروبا الخيرات اللي انت كنت متخيلها مش بالمنظر ده. ارض الجنه مش لا 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 لا، ارض الجنه مصر. مصر هي بيتك، وطنك هو مأواك. وكنائس بلا ارض ولا ارض بلا كنائس. الله. مقاله البابا شنودة. لا، ارض بلا كنائس، نصلي في اي مكان، دور العباده في اي مكان. انما عشان نخرج، وبعدين خلي بالكم عشان نخش في الحته الخطيره، اي تفكك جوه المجتمع المصري نحن جميعا خاسرون. عدد ضخم. مين هيشيلنا؟ هنقعد في الجبل في المخيمات، وهنقعد في خيام. يا ريت مخيمات، لو لقينا المخيمات. وبعدين احنا 120 مليون. خليكم كده ايد واحده وحافظوا على بلدكم، ونموا جوه مصر واستثمروا جوه مصر وعانوا شويه زي ما احنا عانينا، وزي ما بقيه الاجيال العظيمه العملاقه اللي بنضرب بيها امثله بتوع الزمن الجميل احنا. لا، والزمن برضه دلوقتي الزمن الجميل ما هو عشان كده عملنا الحوار الوطني. استاذ حضرتك احمد بيه، وارجع لصديقي العزيز استاذ ايمن. انا سمعتك واحنا في الفاصل بتقول نفسنا يبقى عندنا حوار وطني لاخواتنا المقيمين بالخارج، وتحديدا حضرتك اكدت ودايما بتتحدث على حته اخواتنا المقيمين بالخارج. اكيد. اتفضل حضرتك. المصريين بالخارج يعني بيتمنوا رعايه من سياده رئيس الجمهوريه بحوار وطني للمقيمين بالخارج، تحديد عام يكون للمصريين بالخارج، يشوف شكواهم، يسمع شكواهم، يسمع هم محتاجين ايه وهيقدموا لبلدهم ايه من مشاريع. احنا كادر لا يستهان به يا دكتور. احنا عندنا من جميع التخصصات، من العامل الى العالم. عندنا ناس بالخارج، من العامل الى الحاد، الى العامل، من العامل للعالم. نعم. يقيم في الخارج بعيد عن مصر، بعيد عن بلده، بعيد عن حضن بلده. هو عاوز زي ما اتفضل سيادة اللواء وقال ازاي تشغل ابنك. انا كمغترب حاليا لما قدمت المشروع في ارض، انا محتاج على المشروع 1,000,000 مهندس زراعي. هل حد سألني قال لي هتديره ازاي؟ كمهندس وفني، مهندس زراعي يعين من الدولة على حساب المصريين في الخارج. كل 12 فرد مقيم في الخارج 60 فدان يعول مهندس زراعي على حساب الدولة خارج يعني هو ميزانية الدولة. خارج ميزانية الدولة، وانتوا اللي هتحاسبوه. احنا هنحاسبه. حاطط الموضوع ده في مشروع قبل كده. حطه في مشروعي. نحط هيكون 5000 6000 7000 جنيه مثلا، بيكون على 12 فرد. يعني كل فرد مصري مقيم في الخارج 600 هيدفع للمهندس شهر في السنة، مقابل ان المهندس يجتهد يعطينا يدير 60 فدان
تحت قيادته ويعطي المحصول الناتج من الارض. يكون في مجتمعات الدوله تعمل منشآت صناعيه وتاخد المنتج اللي يطلع من الارض مع رعايه الفلاح اللي موجود في الارض. انا كمان محتاج فلاح باولاده يقيموا في الارض. يعني انا واولادي يعني انت تعمل وزوجتي. تشغيل للايد العامله وهتشغل معاك برضك ناس، يعني مش طبعا هيبقى في بطاله. لا انا مقيم في الخارج. هنزل زياره هنزل زياره لبلدي، هقعد شهرين 3 مع اولادي مع اهلي. هباشر كل شهرين 3 وهنزل ارضي اشوفها. عندي مهندس كلفته الدوله بالاشراف على 60 فدان. تمام. عندي فلاح بعياله. نعم انا جهزت له المدرسه وجهزت له الرعايه وجهزت له الارض اللي هيقعد فيها والزراعه والميه والحياه كلها. انا مش بشغل عشان انا عاوز ارض، انا بدعم بلدي وبستفاد وبفيد الناس حواليا. انا محتاج مدرسين يروحوا هناك، انا هعمل مدرسه فانا بشغل ناس. الطفل يا دكتور احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، الطفل يبدا من الكي جي 1 الى الثانويه العامه او الى الكليه سبب طراء الدوله يكون في 2000 جنيه في مدرسه نموذجيه او تجريبيه على مستوى عالي، في مدارس تجريبيه مشكور سياده الرئيس. بس ما عادش 2000 جنيه والكلام ده ارقام خياليه. يكون موجوده يا فندم، موجوده. نعم تجريبي. نعم مع الحكومه مش تعليم خاص. حكومي. لا حكومي. الحكومه عامله نموذجين، عامله تعليم اساسي عادي وعامله تعليم تجريبي. اولادي في التجريبي. يعني انا حاسس بالموضوع وبدعم المدرسه بكل ما قبلت من قوه. نعم وكل شيء ده دوري انا كل شيء. بنتي كانت في جلوري انترناشونال سكول، بتدفع في كي جي 1 بتدفع 30,000 لمدرسه امريكيه. لا انا بلدي اولى بيها، انا ادفع المبلغ ده لبلدي. نعم يعني طلع حضرتك يا استاذ ايمن النهارده ان انت تعمل رعايه رئيس الجمهوريه للمقيمين بالخارج، عمود الفقري او لقاء يبقى حوار وطني للمقيمين بالخارج. ده عام للمصريين بالخارج. يرعانا. احنا عاوزين رئاسه الجمهوريه ترعانا، تعرف احنا ندعم البلد، مش عاوزين البلد سياده الرئيس شغال على الكلام ده يا استاذ ايمن، والدوله المصريه ككل شغال على القالب ده. ان هم ان شاء الله محتاجين ان هم يضموا المقيمين بالخارج وبتعمل لهم لقاءات دوريه. هستاذنك بس يكون معايا سياده اللواء والحوار الوطني. الحوار الوطني يا معالي الحوار الوطني مكمل اللي بيقوله الاستاذ ايمن في ان المطالب دي كلها نتيجه العوامل اللي انا قلت عليها عطلت شويه التنميه المستدامه الخطه 2030. حصل بعض الشيء عايز اولويات. فسياده الرئيس في 22 طرح مبادره اللي هي الحوار الوطني. يشترك فيها كافه اطياف الشعب بأحزابه بمؤسساته بنقاباته بالمسؤولين في كافة كل المجتمع اللي موجود، ومهتمين ب3 محاور. 3 محاور أساسية: المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي. في خلاف ده ممنوع مشاركة كل من تلوثت يده بدم أو شارك في أعمال التخريب جوه جمهورية مصر العربية، لأنه عنده فكر معين. مش هقول بقى فئة معينة، كل من تلوث يده دي من ضمن الخطوط الحمراء لا يسمح له بالمشاركة في داخل هذا الحوار الوطني. علشان أجي في الآخر إن أنا أطلع بتوصيات مقترحات قابلة التنفيذ وليس أحلام. المؤتمر الاقتصادي السابق في العام السابق جمعنا فيه كل الأطياف بما فيها بعض من العاملين في الخارج، وكان جوه مصر، وكان برئاسة السيد رئيس الوزراء، وكان متابعه السيد رئيس الجمهورية. وفي لقاء مع السيد رئيس الجمهورية أنا بقول نداء للعاملين في الخارج لمن يمثلهم، لأن مش معقول كل واحد هيجي لوحده، هيبقى صعب. إن لابد أن أجي بفكرة، وفكرة قابلة للتنفيذ معاها حاجتين: فكرة ثم أنت عندكم إيه نشترك فيه، بدل ما أنا أعمل فكرة وأبدأ أجهز لها أمن، مدارس، مش عارف، يعني حاجات كتير قوي. إمكانيات الأمن ده مهم جدا طبعا. أنا عشان أوصل لمكان ما عملت لك طريق، عشان أوصل لمكان ما عملت لك المية، عشان أوصل لمكان ما. طب وبعدين الأمن فين؟ الخدمات فين؟ دي مكلفة جدا. فلابد أن يكون في حاجتين، محورين. المحور الأولاني إن أنا أنتقل
اخش جوه الدوله واخش جوه مشاريعها، زي يمكن ما قلت في الاول خالص للاستاذ ايمن، اشوف ايه اللي مطلوب مني، استثمر فلوسي مع دولتي ببنيتها الاساسيه، بتكلفتها. ما هي التنميه المستدامه دي كانت عباره عن الناس، في بعض الناس يقول لك اكلونا، طب وبعدين بعد ما ناكل فين بقى الابن هيروح فين وحفيدي هيروح فين؟ مش هاكلك بعد الاكل ايه اللي هيحصل؟ ايوه الناتج ايه؟ يعني فبالتالي نداء برضو لاخواتنا وحبايبنا العاملين بالخارج، اشتركوا في تنميه مصر حاليا لحين تحقيق مطالبكم، ان انا اخش في المشروعات القائمه، لان الموضوع مش بالسهوله ان انا ارمي شاب او شاب يدفع لي مبلغ معين ويديها لحد يتنصب عليه بالبلدي، او يحصل موقف معين، وحصلت مع ناس كتير. انما اخش الاول مع الدوله، ثم ابدا اشوف انا بقى عملت ركيزه. غير كده عملت ركيزه وعملت ناس بقت منتميه في ارضها. وعلى فكره اطمن سيادتك ان في مثلا الدلتا الجديده 2 مليون فدان، غير الخلاف 1.5 مليون اللي قبل كده، وده مشروع ضخم خشوا فيه. طيب خشوا ده ساهموا فيه طبقا للي موجود، طبقا للقوانين، لغايه لما انا ابدا. لو انا عندي مشروعات اخرى خير، اللهم اجعله خير. في سينا العزيزه على ارضنا، بلد الشهداء اللي مرويه بدم الشهداء، لن نفرط فيها. ثقوا، وانا بامنك امانه انك تبلغها لاخواتنا المصريين في الغربه، ان مصر لن تفرط في ذره تراب كما يشاع. اصل انت يعني لما اجي الاقي في العمليه الشامله 2018 واذحنا ما اذحناه من كل ده، صدر القوات المسلحه والعظماء والشرطه ضحوا عشان ما يجيش الطلقات دي في المواطن المصري، خدوهم في صدرهم. طب ده ليه؟ عشان انمي بقى، عشان اعمل مشروعات. احنا التجلي الاعظم في قلب سانت كاترين، مجال سياحي ومجال ديني هيتعمل وشغالين فيه حاليا. دي من ضمن المشروعات الضخمه جوه سيناء الحبيبه على جبل موسى وفي منطقه سانت كاترين. اعاده الحياه مره تانية لشيء كنا مفتقدينه. وسيادتك من المنصوره، اللي البحيرات، قعدنا البحيرات مره احمد بيه، انا الوقت داهمنا بطريقه غريبه بجد والله العظيم. انا سعيد طبعا باللقاء، بس هنقول مين فينا فكر يقول لمصر حقك عليا يا مصر ما تزعليش. انا لما جيت من الغيب كان حلمي فوق الحد، كان حلمي يطير في السما واخطف كم نجمه وفي خد حرار الضمه، واهديك يا مصر اجمل عقد، وانجرى عليا الشيب وكل شيء اتهد، عليكي بتمد ايدك تمسحي دمع من على خدودي، ولا اعودي بيكي يا مصر تشد. كبرت واحلامي كبرت جوايا، وكل قصه بقالها قصه وحكايه، ما لقيتش فيها وفيكي غير كدابين زفه، وسنحيا كراما معلقين دقون لابسينتو بالعفه. الكذب هو اللي عايش، والصدق في بلدنا يموت ويتوفى، يلبد ويتخفى، وده حال ابويا وجدي لحد سابع جد. حقك عليا يا مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعزيزي المشاهد، تابعونا دايما في برنامج مع الناس، لان كاميرا مع الناس هتنزل تلف تجيب لكم كل ما هو جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.